لو جربت الطريقة دي عمرك ما هتبطلي تعمليها. بس قبل اي حاجة، اللي اول مرة يشوفني، انا نسرين. اسمي على اليوتيوب يوميات نسرين، وعلى الفيس يوميات نسرين يوسف. يا ريت يا جماعة اللي اول مرة يشوفني يا ريت يشترك في القناة وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، ويا ريت اللايك الجميل بتاعكم وكومنت حلو. وشكرا لكم. طبعا معانا هنا نص كيلو كفتة انا عاملاها، وعاملاها معاكم قبل كده. يا ريت ترجعوا اللي حابب الطريقة يرجع للفيديو ويشوفها. طبعا انا عاملاها كور صغيرة، مصغرة الكور بتاعتها خالص على فكرة، بس هي ظاهرة في الفيديو ان هي كبيرة. طبعا انا معايا طاسة على النار فيها شوية زيت، وهنزل بالكفتة بتاعتي احمرها. هنزل بنص الكمية عشان هحمرها على مرتين على قد الطاسة يعني، وعشان تاخد راحتها وانا بحمرها. طبعا الطريقة دي جميلة وهتعجبكم. دي كبسة الكفتة، دي يا جماعة كبسة كفتة. طبعا اللي زهق من كبسة الفراخ واللي كبسة اللحمة، كبسة الكفتة دي جميلة هتعجبكم، جربوها وهتعجبكم. هبدأ هنا بقى اقلبها على الجنب التاني عشان تاخد لون واحد. الطريقة دي جميلة وهتعجبكم. طبعا هنا قلبناها على الجنب التاني اهو. هنبدأ بقى نطلعها عشان نحط بقية الكفتة، نحمر بقية الكفتة. لازم تخلوها كور صغيرة. هننزل بقى بنص الكمية التانية، هنحمرها برضو بنفس اللون التانية كده، ونرجع لكم بقى تاني. هنرجع لكم بعد ما تتحمر. كده حمرنا الكمية بتاعتنا كلها. طبعا الزيت اللي انا محمرة فيه الكفتة هصفيه في حلة اللي انا هطبخ فيها، اللي انا هعمل فيها الرز. الطريقة دي اسمها كبسة الكفتة. طبعا بقى زهقنا من كبسة اللحمة وكبسة الفراخ، دي كبسة كفتة جميلة وهتعجبكم. طبعا احنا صفينا الزيت هنا في حلة اهوتي، ونزلنا ببصلة مبشورة، وهنزل بفصين توم معاهم. ابشر فصين توم. طبعا البصلة بدأت تتحمر شوية، هبدأ بقى احط الفصين التوم اهو.
طبعا معايا هنا ليمون مجفف ومعايا حبهان ومعايا قرنفل، هنزل بيهم على البصلة وهشوحهم مع البصلة شوية ياخدوا تشويحة. وبعد كده هنزل بنص معلقة فلفل اسود ونص معلقة قرفة، هشوحهم برضو مع البصلة. التوابل دي ما بتشوح في الزيت ما شاء الله بتنزل الزيوت بتاعتها برضك معاه وبتبقى جميلة ريحتها حلوة وبتبقى حلو، بتبقى طعمها حلو. يبقى احنا معانا ليمون مجفف وقرنفل وحبهان ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة قرفة. معانا طبعا هنا كوبايتين طماطم معصورين، ما حطيتلهمش ميه، ما ضفتلهمش ميه، انا عصرة الطماطم من غير ميه. تمام، مصفياهم وهنزل بيهم بقى. كده نزلت بكوبايتين طماطم خام، طماطم تقيلة مضروبة في الخلاط من غير مية متصفية. هنزل بقى بالملح بتاعي، هظبط الملح بتاعي بقى على حسب الرغبة. هسيبها تقلب شوية. طبعا انا محضرة مرقة لحمة او شوربة لحمة كانت عندي في الفريزر طلعتها. ممكن اللي ما فيش عنده شوربة لحمة ممكن يضيف مكعب مرقة في الطماطم دي. بعد كده ازود مية سخنة. معايا هنا نص كيلو رز بسمتي غسلاه ونقعاه، وبعد ما نقعته حوالي ساعة صفيته. دي المرقة بتاعتي هاتي شوربة اللحمة اهي. دي شوربة لحمة كانت عندي في الفريزر، زي ما قلت لكم اللي ما فيش عنده شوربة ممكن ينزل بمكعب مرقة في الصلصة ديتي ومية سخنة عادي. انا هنزل بالشوربة بتاعتي اهي. دي قطع لحمة كانت في الشوربة. مجرد ما تقلب كده تاخد وتدي شوية كده مع بعضها وتقلب، هنزل بالرز بتاعي. هنزل بالرز اهو وهقلبه، وبعد كده بقى هنزل بالكفتة بتاعتي. وممكن تنزلوا بالكفتة قبل الرز، ممكن تنزلوا بالكفتة قبل الرز يا جماعة. الكفتة تاخد قلبة مع الصلصة دي شوية، وبعد كده تنزلوا بالرز مفيش مشكلة، دي او دي عادي. كده نزلت بالرز كله اهوتي، هقلبه بقى وبعد كده هنزل بقى بالكفتة بتاعتي. انا هنا بدوق الحوض اهوتي عشان اشوف الملحة بتاعتي مظبوطة ولا عايزة ملح. حسيتها محتاجة ملح زودت لها معلقة ملح. طبعا انتوا هتدوقوها وتشوفوها. هنزل بالكفتة اهي.
هقلبها وبعد كده بقى هغطي عليها وهسيبها مجرد ما تقلب كده والمية تبدأ تتشرب، الرز يبدأ يشرب المية. هبدأ ان انا اهدي عليها عشان تستوي مع بعضها كويس. انا عايزه اقول لكم الطريقه دي جميله حلوه قوي والولاد هيحبوها. طبعا انت بتصغري حجم الكفته لكوره صغيره ليه؟ عشان لما تيجي تاكلها بالمقلعه تبقى حلوه معاكي، تطلع معاكي الكفته كده بشويه رز تبقى حلوه. شايفينها بقى في ما شاء الله دي بعد ما استوت في الحله اهي. هنبدأ بقى ننزلها بقى في طبق التقديم. انا عايزه اقول لكم ان انا ضفت لها قرنان شطه كده سبايسي حلوه كده اهم، اخضر واحمر. على فكره ما نزلوش الحراره بتاعتهم يعني، هما سبايسي بس ما نزلوش الحراره. طبعا انا غرفتهم بقى في طبق التقديم اهو، شايفين عاملين ازاي. وطبعا انا عملت معاها توميه، وانا عامله طريقه التوميه قبل كده في فيديو قبل كده برضو. اللي حابب الطريقه ممكن يرجع لفيديو يجيبها ويشوفها، واللي حابب طريقه الكفته يرجع لفيديو برضو ويشوفها. الطريقة دي جميلة. طبعا تغيير، لان احنا متعودين دايما نعمل كبسة اللحمة وكبسة الفراخ. كبسة الكفتة جميلة جميلة، وطبعا متضاف لها صلصة طماطم، فجربوها تعجبكم. ويلا حبايب قلبي زي ما قلت لكم، اللي اول مرة يشوفني انا نسرين، اسمع على اليوتيوب يوميات نسرين يوسف، وعلى الفيس يوميات نسرين يوسف. وشكرا لكم حبايب قلبي، وما تنسونيش في اللايك الجميل وكومنت حلو منكم ودعوة حلوة من قلبكم.